حضرتك خريج ايه؟ خريج إدارة أعمال. في مصر ولا في بلدك فين؟ لا، برا مصر. منين؟ خريج تونس. انت من تونس؟ لا، أنا من اليمن. ده انا لسه كنت هقول لك برشا ومش برشا وتونس الخضراء. معلش. انت من اليمن؟ من اليمن، نعم. واتخرجت من تونس وجيت مصر وقد اشتغلت في مصر. واشتغلت في السودان. لا، اشتغلت في مصر. اشتغلت في مصر. اشتغلت على طول؟ كان في مشكلة في الشغل؟ لا، ما كانش في مشكلة، الحمد لله. ما تخافش، مش هترحل، قول عادي. لا، الحمد لله. اشتغلت. طيب لو انت في بلدك في اليمن، ربنا معاها اليمن وربنا يحميها ويحمي ولادها ان شاء الله يا رب. لو انت وزير العمل في اليمن، ايه المشاكل اللي عندك في اليمن اللي عايز تحلها؟ مشاكل كثيرة اقتصاديا، ومشاكل بطالة، مشاكل التعليم. أول شيء من عندنا مشكلة التعليم، هذه تكون مشكلة يعني في الوطن العربي كله. التعليم هو أساس كل شيء. صح. إذا صلح التعليم صلحت كل الأجزاء الأخرى. وللأسف احنا التعليم عندنا في الوطن العربي مستواه يعني من سيء إلى أسوأ. فلذلك حتى الأجيال التي تتخرج من الجامعات حتى عندما تتقدم إلى وظائف ما بتكونش مؤهلة بشكل صح. يغطي الوظائف المطلوبة. صح. أنا متهيالي أنت مصري وبتشتغل في اليمن. أنت بتقول نفس المشكلة. قال لك التعليم هو أول حاجة، لأن في اللي بيتخرج من التعليم وعايز يشتغل رئيس وزراء وشايف في نفسه هذه القدرة، هنتكلم في ده.